سلام البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وهانيين ومتهنين وفي صحة جيدة ان شاء الله يا رب العالمين. طليت عليكم فيديو اليوم ان شاء الله. الفيديو هذا ترددت باش نشاركه معكم، ولكن قلت نشاركه وامري لله كما يقولوها. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتخليوا لي ارائكم البنات. حنشارك معكم فيديو تاع سمك الواد ولا سمك البراج ولا سمك الكراسان. ان شاء الله اللي يعرفوا هما فين يديروه يخليوا لي لي كومونتير تاعهم. كان جابوا الزوج، كانوا جابوه له صحابه، وجابوه لي قال لي جربيه ونشوفوا راهم يشكروا فيه. وتقريبا عطوه الطريقه كيفاش ابوبخي كيفاش يتحضر. انا نظفته مليح، نحيت له هادوك القشور تاعو اللي من برا، نظفته بطري بيان كما راكم تشوفوا، وبيته في الخل وفي الملح. لهنا كما راكم تشوفوا هذه راهي الصباح. حطيت له كميه مليحه تاع الخل، وحطيت له كميه مليحه تاني تاع الملح، حكيته مليح وبيته. صباح لهنا جبدته كما راكم تشوفوا، عاودت شللته تري بيان. شللته مليح. وراح نداويه معكم وان شاء الله نخلي لكم رايي فيه بصراحه. انا اول مره في حياتي نشوفه، اول مره يدخل داري ونستعمله. بعد ما كنت نظفته مليح مليح. شوفوا البنات واش راح ندير. انا كنت دخلت لليوتيوب وشفت الاخوات اذا كانوا مديرين هاد الوصفه. لقيت بعض الاخوات من الجزائر ومن الخارج دول شقيقه، وحتى دي شيف اللي يخدموا في لي غران ريستورون تاني لقيتهم مديرين الطريقه. كاين اللي يسلخوا البنات، وكاين اللي يبرشوا ينحيلوا هذوك الحراشف تاعو ينطويي بيان. حبيت نخوض التجربه هذه ونجربه وكما قلت لكم نخلي لكم رايي. هو من الأحسن يتداوى مليح ويبات في الدواء تاعو باش يعطينا نتيجة نهائية. راح نشاركها معكم أكيد. لهنا جبت زيت الزيتون، للأمانة هنا قطعت معدنوس ودبشة بصلة كما راكم تشوفوا. توم لهنا قطعتها تاني هكا إيفيلي كما راكم تشوفوا. عندي مغرف هريسة. تقدروا تستعملوا توابل دي تتماشى مع الحوت. عندي هنا موطارد هي كانت خلصت لي. حبيت نداويه مليح. حطيت لهنا تاني كما تشوفوا فلفل حار. حبيت نداويه مليح. ملح تاني لهنا حطيت مغرف، وكنت زدت مغرف اخرى. كما تعرفوا الحوت تاع البراج يجي صامت لانه يتربى في المياه الحلوه العذبه. ملح فلفل كحل كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم يتربى في المياه العذبه، دونك راح يجي صامت. كتروا له الملح باش يجي بنين. هنا حطيت شويه تاع الكزبر، حطيت هنا شويه تاع كرويه ما كترتش. لهنا شويه تاع الكمون. زنجبيل تاني حطيت. قلت لكم دخلت اليوتيوب شفت الاخوات الطريقه اللي كانوا يحضروا بها كانت تشهي صدقوني. الحوت كان طيب ما شاء الله. الطريقه اللي حضروا بها كانت تشهي. هذا الشيء شجعني باش نحضروا. الا كان جابني نهاوبني ما كانش نكملوها جواز. فرماج وخبز ولا ولا البنات عظام وخبز. لهنا كنت ضفت لهنا الخل الابيض هذا اللي هو تاع القارص، الحموضه باش يعطينا تعطينا بنه وطراوه تاني للحوت وكما قلت لكم كنت خايفه منه شويه. دونك حبيت نداويه مليح باش على الاقل نتحصل على نتيجه تكون مرضيه. خلطت مليح لهنا المكونات تاعي، وساعه ساعه نتفكر حاجه نحاول نضيفها. لهنا ضفت مغرف تاع أكل تاع طماطم مصبرة. إذا عندكم بابريكا كيف نسيت كيف يسموها، البابريكا الحارة والحلوة تقدروا تضيفوا. هكاك ما تهنيش. حبيت نزيد له شوية الخل. كما راكم تشوفوا زدت تقريبا 3 مغارف تاع الخل. ولي طرونش تاع القاص كما شفتوا تاني حطيت لي طرونش تاع القاص. كما تعرفوا الحوت يمشي بزاف معاه الليمون. هنا كان عندي تاني ثوم مرحي زدت له. تقدروا تزيدوا زعترة، تقدروا تزيدوا تاني الرند. توابل اللي تشوفوها تتماشى مع مع وصفة الحوت تقدروا تضيفوها. كما قلت لكم انا كنت اكدت مليح اني غسلته تري بيان وبيته في الخل والملح. ضروري يبات في الخل والملح. والا تخليوه 4 سوايع 5 سوايع. بعد ما بيتو كما شفتوني في بداية الفيديو كنت عاودت غسلته مليح من هذاك الملح والخل، وجيت باش حضرت له التتبيله تاعو.
قطعته بالطريقة هذه البنات. شوفوا الملاحظة الأولى، شوفوا يعني اللحم تاعو باهية وردي، كان جابو يعني مازال يتحرك، أنا نخدم فيه وهو ساعة يحل فمو. البنات والله مع الأول خفت منه، من بعد قال لي الزوج تاعي خلي أنا نخدمو، قلت له خلي بالك دوك ندبر راسي معاه. يعني كي دخلت لليوتيوب تشجعت يعني اوترومون والله ما نقيسو. كيش يعني قلت لكم البنات اللي بارطاجاو كانت نتيجة مليحة، قلت والله غير نجربو. يعني ما فيها باس ونفيدكم معايا بهذه الوصفة. قلت لكم ساعة يحل فمو نطيشو من يدي ونعاود نهزو نعاود نزيد نبرشو مليح. فوالا بهذيك التتبيله جيت نحضر يعني ندخلها مليح في هاد الحوته تاعي كما كنتو تشوفوا باليد في هذيك الشقوق اللي درتها. نحاول ندخل مليح التتبيله. الراس يعني عادي انا نحب الحوت كي نديرو نخليه بالراس يعني شكل برك اكيد ما حش يتكل. كما كتشوفوا هذيك الشقوق ندخل مليح الدواء تاعي التتبيله، ريحه التتبيله يعني كانت تهبل تشهي هايله. والتتبيله هذه تقدروا ديروها يعني مع عده وصفات تاع حوت. فوالا نحك من الداخل نحك من برا، ندخل مليح في هذيك الشقاق باش نضمن بلي هذا الحوت راح يتشرب لي هذه التتبيله. لي طرونش تاع القاس كما كتشوفوا دخلتها مليح في هذيك الشقوق باليد هكا، حكو مليح راني نبسط فيها مليح مليح باش يعني يعني نضمن بلي تكون النتيجة مليحة. كما قلت لكم انا اول مره يعني يدخل عليا هذا الحوت، اول مره نستعمله. كيف جابو قال لي شكروا لي فيه وراهو يعني كي يداوى مليح ويتحضر مليح راح يعطي نتيجه ما تتفرقش على حوت تاع البحر. كما قلت لكم حنخلي لكم رايي في اخر الفيديو، تبعوا معايا البنات. وما ننساوش نصليو على نبينا محمد عليه افضل الصلوات وازكى التسليم. هذا يعني الطريقه هذه تاع التتبيله من الاحسن ديروها وتبيتوه فيها، والا ديروها صباح وتحضروه في الليل يعني طيبوه في الليل. فوالا حكيت مليح مليح كما كنتو شفتوني، ونغطي عليه بالبابي فيلم ونخليه في الفريجيدير في الثلاجة باش يتشرب مليح التتبيله ويدخل مليح الدواء والملح. يعني في هذا الحوت للامانه هذا الحوت ما فيهش ريحه، يعني ما فيش ريحه مزعجه. خليت شويه تاع لي طرونش تاع القاص وخليت هذيك شويه من التوابل. جبت بطاطا قطعتها كما كتشوفوا حنرافقوا بالخضر. بطاطا قشرتها قطعتها هكا دي غوندير، ما يكونوش رقاق وما يكونوش خشان بزاف. نفس الشيء تاني طماطم كما كتشوفوا فرشتها في البلاطو من التحت وحطيت فوقها البطاطا. جبت الحوت تاعي حطيتهم كما كتشوفوا ستفتهم. وزينت بالفلفل الحلو هكا طرشي ولا فلفل حار. وزدت هذه الرشه تاع زيت الزيتون. ضفت تاني زيتون يتماشى بزاف هكا مع الاطباق هذه مع لي غراتان. زدت تاني بصل باش يعني الطبق تاعي يجي بنين كيما راكم تشوفوا بالطريقه هذه. يعني درت سليمان على ربي فيها يعني جات وصفه مليحه يعني فيها. المهم دخلته للفرن طيبت من التحت كي طابت البطاطا اكيد راح يطيب تاني الحوت وشعلت له من فوق شويه باش يتشوى ويعني ويتحمر. للامانه لهنا كان يعني الاضاءه راهي ناقصه بزاف، راني غير بالفلاش تاع التليفون يعني ما عطاش الشكل مليح. راح نعطيكم يعني رايي فيه هذا الحوت بكل امانه صدقوني البنات والله يعني روعه البنه تاعو بنين. جا ما يتفرقش على تاع الحوت. شوفوا الوهله الاولى كي تذوقوا راح تجيكم يعني في مخكم راح تجيكم تراب، يعني راح تجيكم على الاول فكره التراب، ولكن من بعد خلاص يعني تاكلوا ما تشبعوش. صدقوني انا ولادي يعني ما فرقوش وما ريكلاماوش ويعني ما هضروا حتى حاجه كلاوه. مام هذيك الخضره جات بنينه. حاجه واحده الحوت هذا راهو يجي شويه فيه الشوك. كما قلت لكم كنت خايفه نشارك معكم الوصفه يعني باش ما يكونش جدل. كما تعرفوا ساعات هذيك الحكايه تاع الدواره، واحد يقول لك نبرش واحد يقول لك ما نبرش. ما في التعاليق تاع الاخوات اللي دخلت لليوتيوب تاعهم كانوا بعض الاخوات يعني فئه قليله ممكن واحد ولا زوج اللي يعني كانوا ضد هذا الحوت، ولكن الباقي كامل كانوا يقولوا يعني رانا نديروه ونحضروه ويجي مليح وما يتفرقش على تاع البحر. هذا رأيي فيه يعني بكل أمانة وبكل صدق. كنت درت لهنا زوج حوتات والحوتة الثالثة كنت خليتها الغدوة باتت فيه ديك التتبيلة، وغدوة قليتها مرغتها في شوية تاع سميد وقليتها. والله يا البنات صدقوني جا روعة يعني تاكلوه. ما كان فيه حتى يعني حاجة اللي تزعفكم منه. وهذا هو الفيديو وإلى اللقاء.